نعطي الإخوة الوقفة جميلة جدا. فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. اسمع، هو ملك في مدينة، شوفوا العطاء، إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. أخدم برك وربي وعلى باله وراه يشوف. ألم تعلم بأن الله يرى؟ قادر الناس ما يشوفوكش وقادر ما يشكروكش وما يمدحوكش، ولكن ربي يعلم يا أحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. غدا توفى النفوس ما كسبت ويحسد الزارعون ما زرعوا، إن أحسنوا أحسنوا لأنفسهم وإن أساءوا فبئس ما صنعوا. ملك في مدينته ولا في بلدته أعطاهم أمر، صلي على رسول الله. بس اسمعوها وقفة، ركزوا معايا يا أحبة رسول الله، الوقت ضيق، ركزوا معايا وديوها وانشروا هذا الكلام الطيب. هو ملك في مدينته. ابن الجوزي في كتابه البر والصلة عن عكرمة رحمه الله قال: إن ملكا ممن سبق دار قرار في المدينة تاعو. وش هذا القرار اللي داروا؟ قال لهم واحد ما يتصدق على فقير. قرار، الملك دار قرار، واحد ما يتصدق على فقير، ومن تصدق على فقير قطعت يديه. ما دار الخير، ما خلى الناس دير الخير، سبحان الله. ولكن اسمعوا ماذا يحدث أو ماذا حدث. صلي على الحبيب. اسمعوا القرار اللي داروا: واحد ما يتصدق على فقير، ومن تصدق على فقير فإن الملك يأمر جنوده أن يقطع يدي المتصدق. المدينة حبست من الصدقة، واحد ما يصدق. جاء رجل جائع فقير محتاج فدق باب امرأة. دق الباب، خرجت له امرأة، قال لها: يا أمة الله إني جائع فأطعميني مما أطعمكم الله عز وجل. قال لها: راني جيعانة، كاش ما تعطيني ناكل. فقالت له: أولم تسمع بقرار الملك؟ أو تريد أن تقطع يداي؟ ما سمعتش بقرار الملك؟ وش قال؟ تحوسي تقطعوا يديا؟ قال لها: سألتك بوجه الله إلا أطعمتني. واحد يقول لك على وجه ربي إني جيعان، كاش ما عندك أعطيني. خلاص، من سألكم بوجه الله فأجيبوه. ما عزك يا وجه الله كما يقول آبائنا. هل هناك أعز من وجه الله عز وجل؟ وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. دخلت المخلوق، قال له: وجه ربي. شوف الناس اللي تخاف الله. قلوب العارفين لها عيون ترى ما لا يرى للناظرين، وأجنحة تطير بغير ريش إلى ملكوت رب العالمين. دخلت المرأة إلى بيتها فلم تجد إلا رغيفين، زوج خبزات مدورين، هذوك سموهم الرغيف. فأعطته إياه، قالت له: خذ. هز الرغيفين ومشى وقاعد يأكل ويشكر في الله عز وجل. وصلت إلى أسماع الملك أن امرأة تصدقت من تلك المدينة وأنها كسرت قراره. بعث جنوده، قال: اقطعوا يديها. جاءوا الجنود، حطوا لها يديها، قصوا لها يديها. أحبة رسول الله، سبحان الله. بلاء وأي بلاء، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. اسمعوا إلى الإيمان الصادق. قالت له: مادام قال وجه ربي، الملك قال لي مد نقصوا له يديه، وهذا قالها على وجه ربي اعطيني ناكل راني جيعان. إيمان يا أحبة رسول الله. هذا ناس صادقين مع الله عز وجل، على بالهم بلي ربي ما يخليهمش. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. راح الرجل، جاءت الجنود وقطعوا لها يديها يا أحبة، فبقيت بدون يدين. مرت الأيام، الملك يقول لأمه، يقول له: يا أماه. الملك يقول لأمه: يا أماه أريد زوجة جميلة. عنده زوجات وصح يحوس على واحدة أحسن منهم. قالت له: يا بني، كاين فتاة جميلة ما رأيت مثلها قط، إلا أن فيها عيب واحد. ما هو العيب؟ إنها مقطوعة اليدين. قال لها: يا أماه جيبيها نتزوج بها. جابتها له أمه فتزوج بها. أحبة رسول الله، أذكركم تجدون القصة في كتاب ابن الجوزي في كتاب البر والصلة عن عكرمة رحمه الله. هو اللي يروي هذا الكلام. الإنسان تحوس على المصدر، وأعطيك المصدر يا عبد الله. ولكن فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. 20 حزب من القرآن كلها قصص. القرآن فيه 60 حزب، 20 حزب تقريبا من القرآن كلها قصص. والله يقول: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى. تزوجها الملك وهي مقطوعة اليدين. لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولله في خلقه شؤون. خرج الملك إلى حرب،
خرج الملك هذاك للزوجة، خرج إلى حرب يحارب، عندها نسوة ضرائر غاروا منها، كيف هذه جميلة ومقطوعة اليدين ويزيد يتزوجها الملك. أرسلوا كتابا إلى الملك وهو في الحرب، وش قالوا له؟ إن المرأة التي تزوجتها المقطوعة اليدين إنها فاجرة وقد أنجبت غلاما من غيرك. قالوا له هذه جبت لنا واحدة فاجرة أكرمكم الله وراي أنجبت غلاما من غيرك. فأرسل رسالة إلى أمه، قال لأمه احملي ولدها على ظهرها واضربيها واطرديها إلى الصحراء. هذا الملك يقول لأمه في الرسالة، يقول لها ما دام هذه المرأة هكذا احمليها، دهزي لها ولدها هذا حطيه فوق كتافها واضربيها واطرديها للصحراء. ضربت وحملت ابنها على ظهرها وخرجت للصحراء يا أحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. خرجت تمشي، وصلت إلى نهر جاري، نهر مملوء ماء، وابنها على عاتقها فوق ظهرها. عطشت وعطشت وعطشت فجلست لتشرب، فسقط ابنها في ذلك النهر فغرق. بلاء وأي بلاء. تقطع اليدان، تتزوج وترمى في الصحراء، يزيد ابنها طفل صغير يسقط في هذا النهر. فجلست تبكي يا أحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن ولرب نازلة يضيق بها الفتى ذرعا وعند الله منها المخرج. ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج. فإن مع العسر يسرا. هذه رسالة للناس. واحد يقول لك رايح ننتحر، واحد يقول لك أنا عييت، واحد ما كانش هذيك. شوفوا أحبة رسول الله إلى بلاء هذه المرأة، ولكن يأتي الفرج. إن رحمة الله قريب من المحسنين. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. هي قاعدة تبكي يا أحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويأتي الفرج القريب من القريب وهو الله رب العالمين. ابن آدم اجعل بربك كل عزك يستقر ويثبت، فإذا اعتززت بمن يموت فإن عزك ميت. جاء رجلان مر، السلام عليك يا أمة الله. عليه ما بكي؟ قاعدة تبكي المخلوق. واش بك تبكي؟ قالت لهم جيت نشرب في النهر فسقط ابني فغرق. قالها نجيبوا لك ابنك وندعي ربي سبحانه وتعالى يخرج ابنك. دعوا الله عز وجل فاستجاب لهما فخرج ابنها حيا. قالوا لها هل لك شيء آخر؟ قلت لهم يدايا. قلنا ندعي ربي سبحانه وتعالى يرجع لك يديك. دعوا ربي سبحانه وتعالى فنبتت يداها ورجعت كما كانتا. لا إله إلا الله محمد رسول الله. الرجلان كملوا المهمة تاعهم راحوا رايحين. قالت لهم من أنتما؟ شكنتم؟ من أنتما؟ من هما يا ترى؟ هي ملكين كريمين، بس شكون اللي جاوب ندعي له دعوة الخير إن شاء الله في هذه الأيام المباركات. طيب يلا باش نختموا بإذن الله. عندنا تكريم واحد الشخصية مهمة. هما الرغيفان اللذان تصدقت بهما، صورهم ربك على شكل رجلان، وجاء أنقضى هاته المرأة، وصنائع المعروف تقي مصارع السوء. هذه مدة رغيفين. شوفوا ايش دالها ربي. هذوك الرغيفين هما الرجلان، صورهم الله على شكل رجلان، جاء فأنقضى هاته المرأة. هذا تصدقت بزوج خبزات، شوفوا ايش أعطاها ربي. واللي يشري خروف الفقير، واللي يدير عملية، واللي يدير التحاليل، واللي يسلك الكلى للناس، واللي يدخل السرور، وش راح يعطيه الله عز وجل؟